عارفين احنا ببواقي الخيوط اللي بتفضل معانا من قص المكرميات، انا مش برميها ابدا ابدا، وهنحتاجها في حاجات كتير قوي. تعالوا اقول لكم في الفيديو ده هنحتاجها في ايه. عملت بيها احلى كوستر تقدري تعمليه باي مقاس حتى ببواقي الخيوط. وطبعا واحده هتسالني تقولي طب ما اطوال الخيوط بتبقى مختلفه عن بعض. عايزه اقول لكم ان في الفيديو ده هعلمكم ازاي لو اطوال الخيوط بتبقى مختلفه، واحده قصيره وواحده طويله، هنعمل بيها كمان كوستر، وتبقى ممكن كمان يبقى كبير وبشكله حلو كده بكل اطوال الخيوط اللي هتتبقى. تعالوا نشوف هنعمل ايه واحده واحده كده، نبدا مع بعض. طبعا بيتبقى معانا خيوط كتير كده زي ما انتم شايفين، من اخر مكرميه انا عملتها اتبقى معايا الكميه دي. وعايزه اقول لكم ان انتوا طبعا بتشوفوا كل خيط مختلف عن الخيط اللي بنقصه، لان طبعا احنا مش بنقصه بالتساوي. فهنعمل ايه؟ هبدا كده ان انا افرز مجموعه الخيوط اللي قدامي دي باطوال مختلفه. يعني لقيت ده طويل شويه هحطه كده على جنب مع اخواته اللي طوله مناسبين، يعني ممكن يبقى اقصر منه شويه ممكن يبقى اطول منه شويه، بس في نفس الطول. ببدأ ان انا افرز بالشكل ده علشان استخدمهم. وعايزه اقول لكم ما تقلقوش خالص من الاطوال، حتى لو طالع معاكم الاطوال واحده قصيره واحده طويله واحده طويله جدا واحده قصيره، فكل ده هنتغاضى عنه في الفكره بتاعه الفيديو ده، وهنعمل منه احلى كوستر. حتى لو عايزه تعملي من بواقي الخيوط كتيره كوستر كبير ويبقى ممكن سجاده كمان. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بجيب خيط كده مقاسه 2 متر. طبعا الطول بيفرق، ده طبعا جايباه مثلا من بقرة عندي طويلة مش من بواقي الخيوط، اكيد مش هلاقي من بواقي الخيوط والله، وساعات بيتفضل من بواقي الخيوط عندي 2 متر. ده عندي مقاسه 2 متر بالشكل ده. عايزاه يبقى اطول زي ما انت حابه، لان احنا كده كده هنستخدم بواقي الخيوط. عايزاه يبقى اقصر زي ما انت حابه على مقاس الكوستر بتاعك. تمام. وهبدا ان انا اربط او اعقد الخيط كده من الاول زي ما انتم شايفين، ربطتها ربطه عاديه جدا، فعمل لي زي دايره كده. هبدا احط في الدايره دي 5 خيوط بنفس الشكل ده، اي بقى اطول 5 خيوط. وطبعا انت لو فرزه زي ما انا فرزت كده في الاول، فتنقي اطول خيوط لان دي اللي هتفضل معانا للاخر. فهبدا بقى بالعقده اللي هي عقدة البداية بس الخلفية بالشكل ده كده في الدايرة اللي انا عملتها من الرابطة بتاعتي، وابدأ اشتغل بالشكل ده كده، وهحط 5 خيوط في الدايرة او الحلقة اللي انا عملتها دي. تمام. هبدأ احط 5 خيوط بنفس الشكل بالعقدة البداية، عقدة البداية الخلفية وبس كده شايفين. وهربط بقى او هشد الخيط القصير فهيقفل معايا الدايرة بالشكل ده. شايفين؟ تشدي بقى على قد ما تقدري علشان تقفل الدايره معايا. وربطتها كده اتربطت. تمام. الخيط بقى اللي انا بصوا هنا انا بوريكم ان هم خلاص 5 عقد كده. طيب الخيط بقى اللي هو القصير او ده الطويل، اللي هو الطويل خالص اللي هو 2 متر مقاسه، شايفين؟ هو ده اللي انا هشتغل بيه خيط ثابت. والخيط القصنون ده اللي هو انا كنت رابطه بيه، ده مش هشتغل بيه خالص، ده هسيبه كده على جنب. بس ببدأ ان انا اشد كده، هسيبه كده من تحت واخد الخيط الطويل ابدأ اقسم كده. لو لاحظتوا هتلاقوا ان ال5 عقد ادوني 10 خيوط. تمام اهو، ادوني 10 خيوط. فالخيط اللي هو الطويل ده هيبقى معايا ثابت، ده الخيط القصير اللي هو باقي منه ده مش هشتغل بيه، هسيبه تحت الشغل كده. وابدأ اجيب الخيط اللي هو هنا، انا بعدلكوا هنا ان هما 10 خيوط. هبدأ بقى اعمل ايه؟ هبدأ بقى اشتغل الكوستر بتاعي داير ما يدور. طيب ده اهو الخيط الثابت ده هو الطويل قوي اللي هو 2 متر، ده اللي هشتغل عليه، اللي هفضل الف بيه واشتغل عليه الخيوط اللي طالعالي دي. تمام. اول خيط بشتغله عقدة مزدوجة مائلة بالشكل ده، بجيب الخيط الثابت فوق الخيوط كده، وببدأ اجيب الخيوط بقى اللي انا هشتغل بيها من فوق كده الخيط الثابت واجيبه بالشكل ده، واعملها مرة كمان. تمام. انا عايزه اقول لكم ان الدبان مبهدلني. بصوا حاجه فظيعه، الدبان الوقت ده مش عارفه ماله وغلس جدا جدا جدا. تمام. انا هنا قاعده هش، وعايزه اقول لكم ان انا فصلت الفيديو كذا مره علشان ما يظهرش، بس هو بيظهر، قلت له خلاص اظهر معايا. فهبدا بقى اشتغل كل الخيوط ال10 خيوط اللي انا عملتها بنفس الشكل على الخيط الثابت بالشكل ده بالعقده المزدوجه المائله. والخيط ده مش هنشتغل، هلف بقى كل الخيوط دي لحد ما اوصل لبدايه الخيط اللي هو اللي انا شورتلكوا عليه، اللي هو الخيط اللي انا مش هشتغله. هبدا اشتغل بقى كل الخيوط دي لحد ما اوصل للخيط ده. تمام. بنفس العقده والخيط الثابت
ماشي معانا كده داير ما يدور. كمل ونرجع. وهنا كملت اهو. شايفين الخيط ده مش هشتغل بيه، عايزه تشتغلي بيه تمام، بس انا هحط خيط مكانه. شوفوا بقى الفكره بقى هنا، او فكره ان هي الخيوط الكتير اللي هي الباقيه عندنا. انا عندي الخيط ده الطويل خلاص، ده اللي هشتغل بيه داير ما يدور. تمام. هبدأ بقى، انا المفروض الخيط ده انا هشتغل بيه بس قصنن عندي، هروح حاطه مكانه على طول اي خيط من باقي الخيط اللي عندي، وانقي بقى اطول خيط في البدايات كده، تنقي الاطول فالاقصر فالاقصر. فهمتوا الفكره؟ فانا هنا حطيت مكانه الخيط الثابت، حطيته بصوا بالعقده اللي هي عقده البدايه الخلفيه، بس كده كأني انا عملت عقده بالخيط ده، واتخطى خلاص الخيط اللي هو انا المفروض كنت هشتغله اهو. تمام. ابدأ بقى اشتغل الخيط اللي بعده على طول. بص بقى الفكرة بقى هنا، عشان ما يقوس معايا الكوستر، ما يقوس معايا، انا هنا حاسة ان مكان هنا فارغ. بصوا انا لو بدأت بالخيط ده على طول هلاقي ان هو هيقوس معايا، اروح حاطه على طول خيط على طول. عايزه اقول لكم ان في فكره الكوستر ده، انتي كل ما تلاقي فراغ حطي، مفيش اي قاعده ثابته للكوستر ده، اي فراغ هتلاقيه هيقوس معانا، او اي فراغ هتلاقيه انتي مثلا جيتي تعملي العقده لقيتي في فراغ كده، حطي على طول خيط بعقده البدايه اللي هي ايه الخلفيه على الخيط الثابت بس، واشتغلي عادي جدا داير ما يدور. احنا بنشتغل مفيش بقى بداية سطر ولا نهاية سطر، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بتتزايدي كل قد ايه، مش كل قد حاجة، مش قاعدة ثابتة. كل ما تلاقي فراغ او هتلاقي ان الدنيا هتضيق معاكي، لا زودي علشان ما يقوسش معايا، وتبدأي ان انت تفردي بايدك كده زي ما انت شايفه. تمام اهو. هنا بصوا ما بقاش في فراغ، هبدأ بقى اشتغل. او هنا لقيت فراغ، بصوا لا هنا لقيت فراغ، حاسه ان انا لو اشتغلت الخيط على طول هيقوس معايا او هيبقى مش حلو معايا، لا حط خيط. احنا عندنا كميه خيوط بقى ايه ما اقولكوش، طبعا الخيوط كتير جدا بتطلع مننا، وساعات بنهدر خيوط. عايزه اقولكم ان ساعات بنهدر خيوط بتبقى طويله وبنستخسر وما ترميهاش ابدا، حطيها في كيس هنستخدمها في حاجات كتير وفي افكار كتير ان شاء الله باذن الله هنستخدمها مع بعض. بس وكل الفكره بقى ان انا هبدا اشتغل كده. تمام. طيب عندي مثلا انا بصوا الخيوط بقى قصيره وطويله، قصيره وطويله، مفيش اي مشكله خالص. الخيط اللي هيقصر معايا او الخيط اللي انا هحسه خلاص ده قصر معايا، اروح حاطه مكانه على طول بنفس الفكره اللي هي عقده البدايه اللي هي الخلفيه مكان الخيط اللي انا المفروض كنت هشتغله. لقيت مثلا خيطين جنب بعض او 3 خيوط جنب بعض قصيرين، احط 3 خيوط على طول جنب بعض بنفس الفكره. فهمتوا الفكره؟ بس هي دي بقى كل الفكرة بتاعت الكوستر ده، بتاعت بواقي الخيوط. يعني ما عندناش بقى خيوط بمقاسات مختلفة ولا اي حاجة، وهبدأ اشتغل بنفس الطريقة وافضل، وانا طول ما انا داير ما يدور ابدأ بقى ايه احط الخيط زي ما انتم شايفين. انا هكمل بقى الاخر لما اخلص كده الخيوط او اوصل كده لحجم كويس، واشوف هوريكم ازاي لو خيط عندي قصر هوريها لكم ازاي هنعملها. هنا شايفين وصلت اهو. شايفين بقى الخيط ده اهو، الخيط ده قصر معايا، ده المفروض ان انا هشتغل بيه اهو، ومفكوك كده 2، مفيش اي مشكلة. هروح مدارياه كده من تحت وكأنه مش موجود، وابدأ احط مكانه خيط على طول. كل فكرة الكوستر كده، علشان دي بواقي خيوط، الاطوال مش متساوية او مش تمام. تعالوا بقى شوفوا بقى الكوستر بعد ما خلصته اهو. تمام. هبدأ بقى ان انا اقص الخيوط اهو كده. خلاص الكوستر معايا. عايزه تطوليه اكتر من كده بتطولي الطول اللي بصوا ده الخيط الباقي ده، ال2 متر الباقيين هم دول بس اللي باقيين. عايزه تكملي تمام، مش عايزه تكملي خلاص. فده على حسب اللي انت حباه. هتبداي بقى تقصي الخيوط على اقصر خيط هيقابلك وبس كده، ونسرح ونفك ونسرح ونفك وبس. وتعالوا شوفوا بقى شكله في الاخر عامل ازاي. وده شكله في الاخر. يا رب يكون عجبتكم كمان الفكره. لو عجبتكم وصلتي للدقيقه دي ولسه ما عملتيش شير وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو ولايك للفيديو، يا رب تيجي يعجبكم. شكرا ليكم متابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.